السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. خواتاتي بنياتي، أعتذر عن هذا الغياب. اليوم البنات جيتكم قبل وصفات العيد الأضحى، جيتكم تدبير الثوم، كيفاه تخبيو الثوم تاعكم لمدة عام أو زيادة، لأنه وقته، هذا هو وقته، راه شوية كيما نقولوا الثمن تاعو رخيص. استغلوا الفرصة باش ديروا منه كميات كبيرة وتخبيوه وتقدروا تحافظوا به حتى العام. إذا كان البنات شريتوا الرباط تاع الثوم هكذاك ربط، تحبوا تيبسو هكذاك، ما تقيسوش، ما تقطعولوش هذاك الريش، علقوه كيما راه في بلاصه كيما نقولوا تكون مهويه، وخليوه حتى يبس هذاك الاغصان تاعو كامله، ومن بعد نحيو الثوم، راه يجيكم ساهل. اما التتبيله اللي جيتكم بها اليوم، جيبوا الثوم تاعو كيما راه اخضر بالاغصان هذوك تاعو خضر، وفصلوا الحبات هذو نحيوهم على ذوك الاغصان، قشروهم، نحيو هذاك الراس تاع الثوم هذاك الاول هذاك، لانه فيه الشعيرات اللي هو فيه التراب بزاف. نقشروا الثوم تاعكم الطبقه الاولى هذيك دائما تلقاو فيها التراب، واذا كان لقيتو تراب من داخل ولا مسحوه برك بورق هذاك الماس، ولا بقماشه نظيفه، ولا طرشونه نظيفه، وابداو قشروا الحبات تاعكم تاع الثوم كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. قشروا هكذا بالحبه بالحبه حتى تكملوا الكميه اللي عندكم. انا هنا كانت عندي كميه تاع 2 ربطات. هكذا كملوا الحبات تاعكم، حطوهم في جهه بجهه، ونروحوا للمرحله اللي بعدها. دوكا نجيبوا الاغصان تاعنا اللي نحينا منهم الحبات، نحيو منهم هذيك الجهه اللي تكون يابسه هكذا وتكون شيحه، ونبداو نقشروا هذيك القشره الاولى هذيك نطيشوها، ونشوف اذا فيها التراب نمسحو، اذا كان ما فيهاش هاي الطريقه ابداو نحيو بالريشه. يعني كما نقولوا فصلوا هذاك الاغصان هذوك على بعضهم باش يجيكم هكذا ريشات ريشات. علاه؟ لانه هكذا نقدروا تسهل لنا العمليه باش نقدروا نحمصوهم في الفور، نشيحوه في الفور باش نتحصلوا على ثوم غبره. نجيبوا الاغصان هذوك الاولين اللي درناهم مع هذوك الريش الابيض، شوفوا هاي كيفاه كيما نقولوا كيفاه يجيو. جيبوا كامل فرشوا في سنيوه بالورق الخبز، وابداو حطوا هذاك الريش تاعكم، وبداو البنات قسموه ولا قطعوه كيما رايحين تشوفوا في لا فيديو، راهو كلش واضح في لا فيديو. اقسموه البنات باش يسهل عليكم بعدك يتحمسوه ما يطولكمش. كيف رايحين تحمسوه؟ حمصوه في فور مشعل على 150 درجة، حطوه في الرف العلوي خلاص، وخليه واحد الساعة باش يتحمس لكم، وكل مرة قلبوه باش هكذا كامل يتحمس على جهة. هاو هكذا هكذا بنات، قطعوا الثوم تاعكم باش تقدروا تحمصوا، قلت لكم بطريقة سهلة، والطريقة اللي عطيتها لكم تاع الفور. حطوه مع الريش الابيض هذاك وخليوه يتحمص. دوك نجيبوا هذيك كيما نقولوا هذاك الغصن هذاك الدخلاني خلاص، بعد ما قشرنا الاغصان هذوك الخضر، جيبوه قطعوه، وجيبوا الحبات تاع الثوم نحيو لهم هذاك الغصن العاصي هذاك اليابس هذاك شويه، ارحيو كامل الكميه تاعكم بالريش الاخضر هذاك بالثوم الحبات تاع الثوم. بعد ما نرحيوه نحطوه في معون، نزيدوا عليه الزيت، فلفل الكحل، كزبر، شويه ملح، ما تكثروش الملح. الملح لهنا يعتبر حافظ هكذا باش ما يفزلكمش الثوم تاعكم، والملح خاطرش من بعد هاكم طيبوا بالملح، ما ديروا كميه غير قليله. خلطوا المكونات كامله، جيبوا سنيوه حطوا فيها بابي كويسون ورق الخبز، وطرحوا الثوم تاعكم كامل كيما راه. راني قلت لكم رحيوا بهذوك الحبات اللي نحيناهم على الويلين، بهذاك الريش الاخضر هذاك اللي كاين لداخل بعد ما قشرنا هذوك الاغصان. طرحوه هكذا بغرفة ولا بسباتول، وبداو علموه على شكل مربعات، وحطوه البنات في الكونجيلاتور يبات ليلة، لازم يجمد مليح ليلة أو ليلة ونص. من بعد ما تجبدوه من المجمد قطعوه مربعات، حطوه في علب، وعاودوا رجعوه في الكونجيلاتور. كي تبغاو طيبوا بيه ولا جبدوا مربع أو زوج ولا الكمية اللي تحقوها. حمصت هذاك الريش الابيض والريش الاخضر تاعي هذاك، حمصته في الفور على 150 درجه كما قلت لكم، يكون في الرف العلوي خلاص واحد الساعه، ومن بعد جبته رحيته، تحصلت على ثوم غبره ابن بنين ما تقدروش تصوروا. مع السلامه في فيديو اخر.